بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الفل عليكم وصباح الجمال. يوم جديد مليان خير يا رب ان شاء الله عليكم، ومليان رزق كده ربنا يكرم فيه الجميع بإذن الله. ان شاء الله هنبدأ يومنا النهاردة كده، بنفتح شبابيكنا كده ونفتح ندخل الهواء الجديد ونغير ريحة شقتنا ونخليها تبقى ريحتها حلوة كده وريحتها شمس ونشاط. طبعا قمت فتحت الشباك معاكم اهو، وهبدأ دلوقتي. القطط الحلوين مستنيني تحت رجليا اول ما بصحى من النوم، بس مجرد ما يحسوا ان انا صحيت خلاص كلهم بقى جعانين واقفين تحت رجلي. استاذ بندق وانسه كراميلا. دلوقتي دخلت على المطبخ بسمي الله كده وانا داخله على المطبخ. يا جماعه والله ببقى خايفه قوي الصبح وانا داخله، يا ترى ايه المفاجاه اللي هتبقى مستنياني. طبعا ببقى مشطبه كل حاجه، وزي ما انتم شايفين كنت غاسله المواعين كلها مفضيه كل حاجه وسايباها بس تتصفى لغايه الصبح. ابدا ان انا ارصهم في النيش تاني، او ان انا ارصهم في ضرفه المواعين. طبعا بدخل بتفاجئ بقى الاقي مواعين بالليل، اللي هم الناس اللي بتعيش بالليل مع نفسها دي، بتاكل وبتشرب. فالحمد لله ان هي بتبقى حاجات بسيطه، بس طبعا زي ما انتم شايفين كده على الرخامه دلقين شاي وسكر وحاجات كتير. فهسمي الله كده ونصلي على رسول الله واذكري الله كده وقولي يا رب قويني وادعي. بجد والله بتفرق جامد جدا. انك الاول ما بتبداي يومك كده، طبعا صليت الصبح الحمد لله، وهنا كنت بعلق على البيض هنا بسلقه القطط الحلوين عشان جعانين طبعا. وهبدا بقى اخد المواعين اللي انا غسلاها، وبدعي بقى كده بقول يا رب قويني واديني الصحه ان انا اقدر اكمل اليوم بقى على خير واشوف بقى اللي ورايا. فالتسمية وذكر الله كتير وانتي بتشتغلي. اولا احنا عندنا يعني وقتنا كله بقى ضايع في المطبخ وفي البيت وفي النظافة وفي المذاكرة. فما ذكرتيش ربنا في كل وقت وانتي بتشتغلي كده، هتلاقي نفسك خسرتي كتير. فربنا ان شاء الله بإذن الله يجعل كل اوقاتنا كلها ذكر وقرآن ان شاء الله. بصوا انا هنا بنضف كل المواعين بقى اللي انا كنت غسلاها من بالليل. والحمد لله لقيت شويه اطباق صغيرين كده، طبقين على كوبايتين. بس مش عارفه مين عمل البتاع بتاع الصابون كده، فاستفزني قوي وانا واقفه بصبن. فقلت اصبنه، لسه طبعا ما نضفتش المطبخ ولا اي حاجه، بس هو شكله ما عجبنيش. فهخلص بقى الاطباق والمواعين وابدا بقى انضف معاكم الرخامه وكل اللي موجود ورانا بقى ورا ظهرنا ده. واستعد بقى اشوف ان شاء الله باذن الله هعمل غدا اطلعه واركنه على جنب. طبعا حد هيقول لي انت بتغسلي الحوض، هو احنا لسه بدأنا يومنا؟ انا بحب اغسل الحوض كده الاول وبنضفه من كل حاجه. على فكره الشغل على نظافه احسن 100 مره من ان انت تشتغلي وتقولي ابى اخلص كل اللي ورايا الاول وبعدين نلم المطبخ. لا يا جماعه، انا ساعات لو البوتاجاز شكله مش عاجبني بغسله الاول وبعد كده ابدا اطبخ عليه عادي جدا. والرخامه ابدا اصبن المطبخ، ابدا انضف كل حاجه حواليا كده عشان اشتغل كده وانا في راحه نفسيه. الناس اللي بتقدم روتينات مثلا، وبصراحه يعني بشوفها بتبقى محوشه كميه مواعين وكميه حاجات عشان تظهر في الفيديو ان هي اتحولت من حاجه لحاجه. والله هي يعني ربنا يوسع على الكل ويرزق الجميع وكل واحد ليه فكرته. بس انا اللي واخد على نظافه يا جماعه واللي واخد على النظام مش هيقدر ينام اصلا ويسيب مطبخه كده. مستحيل ان انا ابدا اسيب مطبخي كده. يمكن بيقولوا عشان الشغل او الروتينات او التصوير، بس برضو عادي. ما احنا بنصور اهو الحمد لله. بس اتعودي ان دايما يبقى شقتك او مطبخك بالذات، يا جماعه المطبخ ده حاجه اساسيه. صبح بقى على الاستاذه غساله اللي ما بتترحمش من الغسيل، ودي حاجه اساسيه. كنت حطيت دوره الغسيل في الغساله بالليل وخلصت اهي عشان ابدا انشرها الصبح باذن الله واحط الدوره التانية. انتوا عارفين ان احنا كل اللي ورانا نشيل ونحط في غسيل، يعني دي اكتر حاجه. يعني تشيلي غسيل، تطبقي غسيل، تغسلي غسيل. هنا انا كنت غاسله هدوم ابني عشان بيجي من الكليه بتاعته كل فتره، فبغسله بقى الملايات بتاعته وبغسله الهدوم بتاعته، وادي الهدوم اللي انا طلعتها من الغساله هبدا بقى انشرها. عايزه اقول لكم ان وقت الصبحيه ده انا ببقى عايزه اخلص بسرعه عشان اشرب فنجان كده قهوه في البلكونه في هدوء كده نفسي قبل ما الزحمه اللي في البيت تحصل. فانا بحاول ان انا اخلص كل حاجتي كده بسرعه، وبالذات النظافه الصبح. عايزه اقول لكم ان حاجه الصبحيه دي فعلا زي ما بيقولوا حاجه البكريه منسيه. ده تقريبا كده كانوا بيقولوا كده. بس هي فعلا لما الواحد بيصحى بدري وبيخلص حاجته فعلا والله بحس بنشاط وبحس ان انا عندي وقت فاضي طول اليوم. انا خلاص مخلصه اللي ورايا، غير لما بنصحى متاخر ونبدا في شغل البيت. انت بتقومي اصلا تعبانه ونفسيتك وجسمك مكسر وبتبقي مش طايقه نفسك. طبعا الحلوين بقى خلاص جابوا اخرهم بقى، مش مستنيين. انا اهو واقفين تحت رجلي، مجرد ان انا بعمل كوبايه الشاي بتاعتي وعملت سندوتش جبنه كده. سلقت لهم بقى البيض بتاعهم اهو، يعني هم هياكلوا بيض وانا هاكل جبنه.
بس يلا زي بعضه. مش خسارة فيهم. سمي الله وانت بتعملي اي حاجة للقطط او لاي حيوان انت مثلا بتربيه، سمي الله على الاكل بتاعه، عشان ان شاء الله باذن الله يكون شاهد ليكي يوم القيامة. ان انت قدمتي له طعام او قدمتي له شراب، فسواء مية سواء اكل وانت بتحطيهم سمي الله. انا حطيت لهم خلاص البيض اهو، وهحطهم بقى يفطروا عشان اعرف اشتغل انا. كنت خلصت بقى اللي ورايا زي ما انتوا شفتوا، لميت المواعين بتاعتي وهبدأ دلوقتي. عندي ايه؟ حيرانة في الاكل، فما كنتش عارفة هعمل ايه. انا كنت مطلعة دلوقتي قدامكم حاجة وسبتها على جنب، دي كانت سمك، وانا شلته على جنب كده عشان عايزاه يفك، وهتبله بس مش هعمله النهاردة، هعمله بكرة ان شاء الله. والنهاردة بقى كنا عاملين ميزانية الشهر. انتوا عارفين ان احنا كنا عاملين اول الشهر ميزانية ال2000 جنيه لحوم وفراخ ومظبطين الدنيا يعني. فكان وبنوضب الحاجة كل اول شهر، فطبعا مطلعة التتبيلة بتاعة الشاورما اللي احنا دي قطع الفراخ يا جماعة، اللي هو كيلو بانيه ومقطعاه مكعبات معاكم، صدور الفراخ مقطعاها مكعبات، وبشرة بصل وملح وفلفل زي تتبيلة البانيه كده، وبحطها عليها بحيث ان انا لما اجي اشوحها كده في اي وقت تبقى جاهزة معايا وزي الفل. سخنت بقى في الجريل شويه زيت سخنين قوي قوي، عشان ادي ايه صدمه كده للفراخ، ما تنزلش الميه بتاعتها ولا السوائل، عشان ما تنشفش منك وتنزل ميه كتير. فسخني الطاسه بتاعتك كويس قوي. وبعد كده بقى نزلت عليها بقى بالبهارات بتاعتي، اللي هي بصل باودر، توم باودر، بابريكا، شويه ملح، شويه زعتر. انا بستخدم بقى الكيلو البانيه ده بقى بستخدمه في ايه؟ هستخدم بقى، هعمل فتة شاورما مثلا، هعمل ابدا ان انا احشي العيش اللي هو او الرقاق الطري، واعمله سندوتشات سوري. هعمله في مكرونه، اسلق شويه مكرونه واحط عليها. يعني بصراحه بيسعفني، يعني كل شهر لازم الكيلو ده اجيبه واعمله كده، بيسعفني في اكلات كتير جدا. انا كده خلاص بقى هحط شويه فلفل الوان عليها، والبهارات بتاعتي كلها حطيتها، وهبدا اشوح فيها كده، وهسيبها بقى على جنب. وتعالوا بقى اقول لكم انا كنت بعمل ايه تاني بقى. خلاص جه بقى ميعاد الغدا، خلصنا اللي ورانا وصلينا العصر كمان، وخلاص بقى هبدا ان انا احضر الغدا. فهنا عملت صوص، اللي هو صوص الزبادي مع الملح والكمون والثوم، وكمان معلقتين طحينه وحبه زيت. ده صوص شاورما او فتة الشاورما السوري. دي اسهل حاجة ان انا هقدر اعملها النهاردة عشان انجز في وقتي كده على طول، وكانت عندي كل مكوناتها بصراحة. فقطعت العيش قطع صغيرة وعملته فيونكات. عايزة اقول لكم ان فيديو الفتة بتاع الشاورما كاملة براحتنا خالص خالص، انا كنت منزلها من يومين، فممكن تشوفيه. انا بس هنا بوريكي يومي كان عامل ازاي من اوله لاخره، لكن انا منزله فيديو هسيبهولك في صندوق الوصف تحت لفتة الشاورما كاملة كلها على بعضها. اتمنى ان يوم يكون سهل وجميل وبسيط، وتقومي كده تشجعي وتخلصي اللي وراكي وتخلصي صلاتك وكل حاجه عندك، وبعد كده تعالي بقى. انا عايزه اتمنى ان انتي ما تطلعيش من الفيديو غير لما تعملي لايك للفيديو، عشان بيفرق معايا كتير جدا، وتعملي اشتراك في القناه لو انتي اول مره تشوفيني. شوفوا بقى بزوق الفته ازاي. كان عندنا ساعتها بنتي واصحابها، فكنت عايزه اعمل كميه كتيره بمقادير قليله او بكميه قليله، فعملتها بنص، على فكره نص الفته بس، او نص الفراخ بس، والباقي شيلته في الفريزر زي ما قلت لكم. اتمنى ان انتوا زي ما وعدتوني ان شاء الله في كل فيديو ان انتوا تسيبوا لي لايك، ولو اول مره تشوفيني او اول مره تشوفي قناتي تنزلي تعملي اشتراك فورا وتفعلي الجرس عشان ان شاء الله تشوفي كل جديد. اسيبكم في حفظ الله ورعايته يا رب. النهارده يكون يومنا عجبكم، واستنوا روتين اليوم الجديد باذن الله، عشان عندنا تنظيفات داخليه للمطبخ.